غوارديولا يضرب بالثلاث برينتفورد ويلاحق، ما زال يلاحق أرسنال بفارق أهداف 40 وأرسنال بفارق أهداف 41. السيتي لا تزال عنده مباراة مؤجلة ممكن يفوز فيها وممكن غدا يتعثر أرسنال، فلهذا يجب على الأرسنال غدا بإذن الله يجب عليه الفوز. السيتي اليوم أعطانا وجه آخر، السيتي اليوم أكد رغبته، السيتي اليوم أكد أنه مازال في سباق الدوري، أنه مازال يزيد يلاحق في الأرسنال. لا تزال 3 مباريات على نهاية الدوري الإنجليزي، لا يزال السيتي اليوم متابع. هناك بعض النقاط غلط فيها غوارديولا، هناك بعض النقاط نحب نحوسوا نتكلموا فيها، هناك بعض النقاط وبعض اللاعبين عليهم علامة استفهام، هناك بعض اللاعبين دخلوا في التشكيلة الأساسية للسيتي عليهم بعض الأوهام وعليهم بعض التساؤلات. خلونا نحلوا اليوم مباراة وخلينا نتكلم على مباراة اليوم. وقبل ما نتكلم عن مباراة اليوم ما تنساش عزيزي المشاهد انك تشترك في القناة وتدعمنا بلايك حتى يخرج الفيديو ويخرج هذا المحتوى لأكبر عدد من المهتمين. فاللايك تاعك راه يدعم فيا، عفوا، فاللايك تاعك راه يدعم فيا وراك تدعم فيا، فشكرا لك يا عزيزي المشاهد. واعطيني رايك تحت في الكومنتات وفي التعليقات، اعطيني رايك في غوارديولا وفي التشكيله الاساسيه اللي دخل بها اليوم بدخول راينز كارتكاز ومعه ثنائيه شرقي وبرنالدو سيلفا. اليوم نتكلموا على انه السيتي اعطانا وجه اخر، السيتي مغاير، السيتي مش نفس السيتي اللي كان امام برايتون واللي تعادل معه 3-3. اليوم دوكو هو اللي انقذ السيتي، اليوم دوكو هو اللي خلى السيتي لا تزال في سباق المنافسه على الدوري الأورو على دوري الدوري الانجليزي. اليوم دوكو مش معقول يا اخي، حبيت اتكلم على نقطه يا غوارديولا، مش معقول عندك خيارات اخرى وبديله ولا زال تلعب بنفس التكتيك بنفس الافكار بنفس اللاعبين، عندك حلول في الدكه يا اخي. انا لو ارتيتا يلعب هذا بنفس التكتيك لا قلنا لا غالب ما عندوش لاعبين، ولكن انت عندك لاعبين وعندك دكه وعندك الاخر. ولكن رغم هذا ما نقدروش نتكلموا عليك يا غوارديولا لانك اليوم راك فزت، لكنك لو خسرت لا كنا تكلمنا عليك واعطيناك اليوم حقك. اليوم غوارديولا اليوم دوكو انقذ غوارديولا وانقذ السيتي وخلى السيتي لا يزال في سباق المنافسة. مش معقول السيتي بكامل ملايينه وبكامل لاعبيه يعتمد على لاعب واحد فقط. كل كرة تروح عند دوكو، الكرة اللي هي ابعدها لدوكو، الكرة جات عند برنالدو لدوكو، الكرة عند شرقي لدوكو، الكرة عند نونيز لدوكو، الكرة عند اورايلي لدوكو، الكرة عند هالاند لدوكو، دوكو 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 يا اخي. حتى دوكو جاب لكم الهدف الاول، بعدها بنحلت المباراة وبشفنا مباراة مفتوحة. السيتي اليوم في الشوط الاول حقيقة في الشوط الاول بان هزيل، بان ضعيف. شفنا مرتدات برينفود، مرتدتين او ثلاث فرص لبرينفورد ولكنه اضاعها. اليوم طالبي ولا شو اسمه هذاك اللاعب يا اخي عنده واحد المرتدات وواحد السرعه. اليوم لولا نونيز اللي كان حاكمه لا كنا نشوفوا على الاقل 4 اهداف. ويا اخي دوناروما، يا اخي انت كل الفرق وكل المدربين وكل اللاعبين وكل العالم فاقولك وعرفوا انه نقطة الضعف تاعك الكرات العالية. يا اخي انت ضعيف في الكرات العالية، ليه تخرج وليه تحاول؟ شفنا في اول الدقائق، في اول دقيقتين هو جات ركنية، يا ايه ركنية لبرينفورد كادت تكون انها هدف لولا تدخل نونيز في اخر اللحظات وخرج الكرة. يا اخي انت ضعيف، انت ضعيف في الكرات العالية، ليش تخرج الكرات العالية؟ هدف اليوم هدف دوكو الاول كان جميل جدا، كيف دخل وكيف فتح نفسه المساحه وكيف حطها كيف حطها كالاير، كيف حطها في مرمى برينفورد. اليوم دوكو جاء الهدف الاول من دوكو اليوم عن طريق ركنيه اللي تسدد الاولى وعاود رجعت له ارتدت له الكره وحلها على نفسه وسدد. اليوم دوكو قدم لنا مباراه جميله. الشوط الاول شفنا دوكو غايب ولكن الشوط الثاني دوكو كان حاضر. اليوم لاعبين السيتي كانوا جاهزين وكانوا حاضرين. كاين لاعب حبيت نتكلم عليه كان متالق في نصف الموسم الاول ولكن في النصف الثاني غاب وما نشوفه فيه، واللي هو سيمينيو. يا اخي انت في بدايه الموسم كنت متالق، كنت
يا اخي كنت متعلق وكنت تعطينا في احد اللمحات، احنا كنا نقولوا خلاص انت لاعب اسطوري، خلاص كان عندك الموهبه وعندك الامكانيات وعندك راك في فريق كبير مثل مانشستر سيتي وراك مع مدرب ممكن يطورك. يا اخي مش عاوز تتطور ليه يا اخي؟ يا اخي تجيك الكره، واش دوكو عداك؟ هل دوكو هل خلاص برنامج دوكو حكم فيك ولا شو؟ مش فاهم. تجيك الكره وتحاول تقدم لقدام. مش بيك يا اخي، لما كنت في بورنموث كنت تلعب الاسيستات وكنت تلعب الكره تمريرات حلوه وكنت تلعب الواحده واثنين. جيت للسيتي كانك نسيت كره القدم اللي كنت تلعبها، والله كانك نسيت الكره اللي كنت تلعبها. واليوم الكلام كله والحلقه كلها ربما تكلمنا فيها على دوكو بزاف، ولكن لازم نعطوا له حقه. دوكو هو اللي انقذ غوارديولا وانقذ السيتي وخلاها في سباق اللقب، حقيقه لا غبار عليها. دوكو هو اللي كان المنقذ اليوم في مباراه اليوم. اللي شاهد المباراه واللي راه ابوني ومتابعني في الانستغرام، عملت لكم ستوري وقلت لكم مش معقول فريق كبير يعتمد على رجل واحد فقط. على بالنا الفرق الكبيره تكون عندها حلول دائما، والمدرب التكتيكي مثل غوارديولا لازم يكون عندك حلول اخرى. مش معقول عندك حل واحد واللي هو دوكو، كل كره تروح لدوكو. لا علينا اليوم هالاند كان اون فاير. هالاند قال لي قدم اسيست واللي سجل هدف بالكعب، هدف جميل جدا. ما يهمش كيف سجل بالكعب بالراس باليد، المهم انه سجل. شفنا ايضا الفرعون المصري وبعد غياب طويل كان محتاج هذا الهدف، كان محتاج هدف مثل اليوم، هدف جميل. اسيست هالاند كان لوحده. كرة عن سافينيو اللي غايب منذ مدة غايب، ولكن هدف الفرعون المصري اليوم كان مميز. كيف حطها، كيف وقف على كورتو، كيف لما جات الكرة جاه الاسيست من عند هالاند كيف وقف على كورتو، وكان خلاص كان عمل سكان للحارس وحطها له من دون ان ينظر فيه، حطها له من دون ان ينظر في المرمى. هدف جميل، هدف راح يزيد فيه الثقة، هدف راح يساعد مانشستر سيتي في حسم اللقب. هكذا اذا خسر غدا ارسنال او تعادل مع ويست هام راح نشوف انه الدوري الانجليزي والبريمير ليج راح يشتعل. هذه نحن كمتابعين مليحه علينا، نحن كمتابعين نحبوا مثل هكذا، مثل هذه اللقب لما لا يحسم في حتى اخر دقيقه. ولكن عندي نقطه حبيت نتكلم عليها، بعض النقاط وبعض اللاعبين اللي قلنا عليهم بعض التساؤلات اللي دخل بهم غوارديولا في التشكيله الاساسيه اليوم في مباراه اليوم. لما دخلت برايندرز اساسي وكهو ارتكاز وحطيت معه لاعبين شرقي وبرناردو سيلفا، كيف راح تبتدي التوليفه؟ كيف راح تعمل لك في الوسط؟ انا مش فاهم كيف راح تعمل لك في الوسط. رايندرز على بالنا باللي رايندرز ما يقدرش يلعب كارتكاز، يلعب كرقم 8. كيف انت تحطه كارتكاز؟ انا مش فاهم. رايندرز مش ارتكاز، لما كان في الميلو لما كان في انديته السابقه ما كانش يلعب ارتكاز. انت تجيبه تلعبه ارتكاز مش ممكن، وفي مباراه مهمه ومباراه حسم اللقب تجي تحطه كارتكاز. راهو عندك نيكو غونزاليس حطه كارتكاز، ونيكو غونزاليس راه جاهز وما عندكش مباريات مهمه. عندك خلينا نهائي تلعبوا امام تشيلسي اللي راه طوب الارض اللي يجي يفوز عليه. لا تقول لي عندك مباراه مهمه تحط لي رايندرز اليوم شفناه في الشوط الاول كان ظاهر بعد شوي ولكنه لم يكن حاسم. كان يمرر من اي مكان ومن اي وضعيه ومن اي كره. لما تجيه الكره اول شيء يجيه في باله انه يسدد على المرمى، تجيه الكره يسدد على المرمى. شفنا التسديده الاولى اللي ما كانش مؤطره، شفنا التسديده الثانيه اللي اعطاها له برناردو سيلفا واللي خرج معاه واللي كان معاه هالاند، وخير قرار غبي انه يسدد وما يعملش الاسيست وما يعطيش التمريره. لو اعطى التمريره في الشوط الاول الهالاند لا كان سجل. هالاند تعرفوا انه حاسم امام المرمى، هالاند ما يتمسخرش امام المرمى. اليوم ايضا نتكلموا على اللاعب ايضا تقدر تقول كان متميز في بدايه الموسم، ولكنه نقص مردود تاعو في هذه المباريات الاخيره وفي مع نهايه الموسم اللي هو اللاعب الشرقي.
شرقي في بداية الموسم كان ممتع، كان شرقي وردة، كان شرقي اللاعب اللي يعطيك تمريرات، اللي يعمل لك يعني في مواقف واحد امام واحد ولا واحد امام اثنين تكون عارف وعالم انه راح يمتعك وراح يتفوق عليهم حتى لو كان امامه 3 لاعبين. وخير دليل هدفه امام ارسنال، الهدف الاول تاعو امام ارسنال في مباراة الاتحاد في مباراة الذهاب في الدوري الانجليزي. الهدف تاعو لما كان امام جابرييل وصليبا كانوا امامه اثنين وكيف مر في وسطهم وسجل. ولكن شرقي في اخر هذه المباريات واللي نشوفه مردود تاعو راه قليل، واللي نشوفه تراجع مستوى رهيب. علاه شرقي لما شفت انه في الشوط الاول مستوى تاعو راه تراجع، علاه ما خلطوش في الشوط الاول، علاه خليت حتى الشوط الثاني وحتى بدا يضيع الكرات. خلينا الشوط الاول كان يضيع كرات كثيره، كان يضيع كرات خاصه في نصف، خاصه في ملعبك في النصف الاول. في النصف الاول من ملعبك كان معاه نونيز، الكره راكم شفتوها في دقيقه 13 راني سجلت هنا عندي في دقيقه 13. معاه نونيز معاه برناردو سيلفا، ولكن قرر اغبى قرار في منطقه 18 الخاصه بيك. ولا عنده نونيز فتح عليه، وعنده هالاند، عنده برناردو سيلفا، وعنده الحارس، ولكنه قرر انه يراوغ ويعمل مراوغه ويعمل يعني يبين انه موهبه. ضاعت منه الكره والكره تلعبت عاليه وتياغو ضيعها، كانت ممكن يجيك منه هدف. شوف شرقي وتراجع المستوى الرهيب اللي عنده، ولات عنده سوء اتخاذ القرارات، مش في سوء اتخاذ القرار في اللمسه الاخيره، راه عنده من اللمسه الاولى عنده سوء قرار. ما فهمتش انا، هل هذا بسبب مشاركته الكثيره؟ هل بسبب لم اعرف ما عرفتش والله ما عرفت. خليني نتكلم على اللاعب برناردو سيلفا. يا اخي برناردو سيلفا هذا لاعب يتمنى اي مدرب يكون عنده لاعب مثل برناردو سيلفا. جناح تلقاه، وسط تلقاه، ارتكاز تلقاه، مدافع تلقاه، مهاجم تلقاه. يا اخي بقى له غير حراسة المرمى فقط، قالوا يلعب حارس مرمى، يقاتل في كل كرة وفي كل مكان. لو تشوف الخريطة الحرارية للاعب برناردو سيلفا يا اخي اقسم بالله غير تتعجب، تلقاه في كل الملعب، والله غير تلقاه في كل الملعب. يا اخي برناردو سيلفا حاليا قدم في موسم اسطوري، اخر موسم له مع مانشستر سيتي. كنت متمني انه يزيد يجدد لمدة موسم مع مانشستر سيتي، ولكن تبقى رؤية إدارة تبقى أيضا رغبة لاعب. أظن أنها رغبة لاعب، لأنه لو اللاعب صرح أصلا أنه يحب مانشستر سيتي، ومش ممكن يعني إلا إذا كانت الإدارة مش حباته. كان عاوز وكان باغي انه يزيد يجدد مع له. وخلينا ايضا نتكلم على دوناروما اللي ما تكلمتش عليه بزاف وما فرقتش فيه جدني ما تكلم. يا دوناروما يا اخي، يا دوناروما راك في مباراة مهمة، كل مباريات اللي راهي جاية 3 مباريات، ما زال لك 4 مباريات، مباراة نهائي و3 مباريات في الدوري، كل مباراة كأنها نهائي. أنت ضعيف في الكرات العالية، وكل مدربين وكل الجماهير وأي إنسان متابع لكرة القدم عرفك انه انت ضعيف في الكرات العاليه. ليش تخرج في الكرات العاليه اللي كاد اليوم في اول لقطه، في اول ركنيه، في اول كره عاليه كنت ممكن تخلي فريقك خاسر 1-0 في اول دقيقتين من المباراه. نتمنى انه غوارديولا يتكلم مع، هي تبقى تعليمات مدرب طبعا، تبقى تعليمات غوارديولا، ولكن نتمنى انه غوارديولا يتكلم مع دوناروما ويقول له الكرات العاليه يا اخي لا تخرج في الكرات العاليه، الكرات العاليه ابقى في مكانك. كاين مدافعين، خلينا الكرات العاليه اللي تكون سهله. وايضا لما نتكلموا عن الكرات السهله، لما جاتوا في كره ايضا في ضربه حره لصالح برينتفورد، جاتوا كره في يده مش يحكم الكره. وهذا اي حارس مرمى لعب كره القدم، اي حارس مرمى معنا لهنا اعزائي المشاهدين هو يقولنا في التعليقات اذا راني غلط. انا لعبت كحارس مرمى، كره لما تجيك سهله ما بين في احضانك نورمال عادي تحكم كرتك، ولكن هو اول رد فعل يجي عنده هو انه يخرج الكره، انه يرجع الكره. يا اخي هذه الكره سهله، كبد كرتك، راك فايز ب 2-0، لا تخرج في الكره والجرين شد كرتك.
شد كورتك وقف على كورتك. نتمنى انه دوناروما ما يضيعش مجهود موسم، ما يضيعش مجهود زملائه. نتمنى انه يلعب بعقلانيه. نتمنى من جوارديولا يتكلم معاه خاصه في الكرات العاليه، انه يكون رازين وانه يكون مركز في لما يكون. شوف اقسم لكم بالله لما يكون دوناروما مركز، يكون مركز غير يكون هو احسن حارس يعطيك تصديات جميله، يعطيك انطلاقات للكره، يعطيك تمريرات سهله، تمريرات طويله، تمريرات بعديه، يعطيك شوف كلش لما يكون مركز. ولما ما يكونش مركز ويروح له التركيز. وحبيت ايضا نختم كلامي في هذه الحلقه انه دوكو يا اخي، دوكو يا زين العين على جماهير السيتي وامتلاكهم للاعب دوكو. شكرا لكم اصدقائي، شكرا لك عزيزي المشاهد لمتابعتك هذه الحلقه. نلتقي غدا ان شاء الله نلتقي فيما بعد باذن الله. راح نطلق لكم حلقه على ما قبل الكلاسيكو باذن الله، نتكلموا تكتيكيا او كما تحبوا، يعني انتم تقولوا لي في التعليقات اذا نعمل لكم حلقه ما قبل الكلاسيكو هل هي تكتيكيه ولا غير تحليل للمباريات. نتكلموا على مانشستر نتكلموا على ريال مدريد، نتكلموا على برشلونه. فشكرا لكم لمتابعة الحلقة وسلام من الله عليكم. سلام.